السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في كل شيء ولي حل، أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل، يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من العضو بتقول يا جماعة حصلت مشكلة بيني وبين خطيبي وعاوز يفسخ الخطوبة، هو لسه ما كلمش أهلي بس قال لي إنه هيكلمهم وهيفسخ الخطوبة وأنا مش عارفة أعمل إيه. كان في صفحة بتنزل بوستات عادية، كنت منزلة بوست عن ولد أنا علقت عليه وكتبت إيه القمر ده وحطيت إيموشن قلب، ومش قصدي أي حاجة، دي مش صفحة الولد نفسه ولا الولد هيشوف الكومنت. هو شاف الكومنت خده سكرين شوت وبعته ليا وقال لي هو انا مش مالي عينك يعني. بقى لسه بفهمه لقيته قال لي انا هكلم اهلك، انت ما تصحيش تكوني زوجه اساسا، وقفل ومش بيرد عليا وانا مش عارفه اعمل ايه. هو اللي عملته ممكن يكون غلط، بس هل يستاهل كل اللي عمله ولا هو مكبر الموضوع؟ اعمل ايه؟ بحاول اكلمه مش بيرد عليا ولا على الرسائل. بص يا ست، الواضح يعني ان خطيبك لحد دلوقتي ما قالش لاهلك، فدوت يدل ان خطيبك كل اللي بيعمله دوت ما هو الا ان هو مثلا بيهددك. تمام، دي بالنسبه لنقطه خطيبك. تاني نقطه اوضحها لك اللي انت عملتيه غلط، ما ينفعش يعني، اصلا ما يجوش الكلام ده شرعا. حتى الولد مش هيشوف البوست ده ولا الكلام ده، الكلام ده غلط. اتمنى ما تكرروش تاني. المفروض تعملي دلوقتي تحاولي تتواصلي مع خطيبك وتحاولي تفهميه ان انت اللي عملتيه غلط، وفاهمين انت فهمتي بس ما كنتش تقصدي. وحاولي يعني ايه، مش تبرري له، حاولي تعتذري له، حاولي تفهميه انت مش هتكرري كده تاني، وان انت حصل منك التصرف دوت بحسن نيه. تمام، وتفهميه كويس قوي ان انت غلطان وعرفت غلطك وما تكرريش الموضوع ده تاني. اما بالنسبه زي ما قلت لك، يعني انا شايف طول ما هو لحد اللحظه دي هو ما تواصلش مع اهلك، فهو الموضوع ما هو الا تهديد. تمام، وانت زي ما قلت لك خليكي مستمر ان حاولي تصلحيه. ان هو ممكن بيعمل ده، بيحاول ان هو مثلا يفهمك ان الموضوع ده ما ينفعش ان ده تجاوز هو ما يقبلهوش، فممكن يكون الموضوع يختصر في النقطه دي. لا، الموضوع استمر معاه وعايز ينفصل، فخلاص انا مش هقدر اقول لك حاجه تاني. ودام هو راجل خد قرار وشايف الغلطه دي ان غلطه كبيره وتستاهل الموضوع ده، بالرغم ان انا شايف انها ما تستاهلش الموضوع ده خالص. انت اخطاتي ومش غلط هين يعني، بصراحه ومش غلط هين، بس في النوع الغلط ما يسمعلوش انه ينهي العلاقه ما بينك وما بينه. طول ما في بينكم حب وكده، فده ما يدلوش الحق انه ينهي العلاقه. تمام، فانا شايف ان انت غلطتي وتحاولي تصلحي غلطك. هو لا، مش مستجيب للموضوع دوت ومش قابل اسفك، هو عايز يكمل، فخلاص الله غالب، هو براحته بقى. يبقى انت القصه دي من ناحيتك انت تعملي اللي عليك، انت تقدمي له اعتذارك وتفهمين ان انت اللي عملتيه مش هيتكرر تاني وكده. هو قبل مش قبل، في حاجه ترجع له، وباذن الله خير، وربنا يقدم لك اللي فيه الخير. مشكلة عدوى معانا بتقول سفير بتقعد تعمل لعيالها لانش بوكس وتحط فيه فاكهة وحلويات وتشتري لهم حاجات غالية وبتتباهى بيها هدوم أو شنط، وبنتي بتيجي معيطة من المدرسة. على بنت سلفتي بتقعد تقارن بين حاجاتهم وتقول لها حاجتي أحلى وكذا، وأنا مش مقدرتي إني أعمل كده. ولما اتكلمت مع سلفتي قالت لي أنا حرة أعمل اللي أنا عايزاه لعيالي، فأنا دلوقتي مش عارفة أعمل معاها إيه. جوزها مسافر فمش بيشوف هي بتعمل ايه ولا بتتكلم ازاي، وهو صعب يعني. لو كلمته هيبهدلها ومش عارفه اعمل ايه مع بنتي. اكلم جوزها احكي له اتكلم معاها تاني؟ بص يا ستي، مبدئيا عايز اعرفك حاجه، ان الاحساس بالناس دي مش حاجه بتتطلب او مش حاجه داخله على الانسان، لازم تكون مزروعه جواه، يعني حاجه في جيناته. تمام، فهي طول ما هي مش حاسه بالنقطه دي ومش شايفه ان بتعمله غلط، فهي مش هينفع تتكلمي معاها تاني، ان هي مش هتستجيب. ان هي لو كانت عايزه تستجيب من الاول او هي شايفه اللي بتعمله غلط، ما كانتش اتمدت في الموضوع ده او ما كانش ده كان ردها عليك. اما بالنسبه لتقولي لجوزها فدوت مش حل المشاكل، مش حل. معلش، هو الموضوع صعب شويه، بس انا يعني اللي انا شايفه ان حضرتك تقعدي مع بنتك وتفهميها، تعرفيها ان الناس ربنا خلق كل واحد في الدنيا دي. تمام، الناس درجات، وكل واحد ليه درجته في الحياه، وكل واحد له وضعه في الحياه. وانه مش معنى ان هي مثلا معاها شنطه احسن منك او هدوم احسن منك انها افضل منك، لا بالعكس، المفروض دوت يبقى حافز ليكي. انا عارف ان الكلام ده ممكن يكون صعب على طفله انت مش محدده سنها قد ايه، بس صدقيني لو انت كلمتها بقلب صادق هيوصل لكلام البنت. يعني حاولي تفهمي البنت ان الموضوع ده ما تبقاش نقمه عليه، لا بالعكس، تفهم ان الدنيا وتعليمها درس ان الدنيا فيها فروقات كتيره. بطرق عمليه وبطرق بسيطه حاولي تفهميها الموضوع ده. الموضوع ايوه صعب شويه، بس صدقيني هو ده الحل. وتفهميها ان هي معاهم حاجه تانية، بس مثالا يعني مثلا تقولي لها ايه، انت دلوقتي هي معاها شنط احسن، بس بص على باباها، تمام، اللي هو سيلفك، قول لها مش قاعد معاهم لكن انت باباكي موجود معانا، فدي احسن. انت تتمني مثلا باباك يكون قاعد معاك موجود معانا بيخش علينا كل يوم وكده، ولا يكون معاك شنطه احسن او يكون معاك جزمه احسن او يكون معاك فستان احسن؟ فصدقيني انت لو دخلت البنت من الموضوع دوت وحاولت تفهميها وتشوف مثلا ايه صدقيني ما اكيد في حاجات عندهم حياتك فيها انت احسن فيها، ما هي القصه كلها مش فلوس.
هو لو عندهم القسط المادة حاليا فاكيد صدقني في حاجة متاخدة منهم، وربنا معوضكم في حاجة تانية. فانا عايزك تبصي على الحاجة اللي ربنا مميزكوا بيها وفهمها لبنتك ونميها عند بنتك، تمام؟ يعني فهمها موضوع والدك مثلا، كفايه ان والدك معانا، بص هما ما بيشوفوش والدهم كل فين وفين. برضه فهمي بنتك ان مش عايزك، يعني حاولي تفهمي بنتك وتوصليها ان ما يتزرعش جواها تبقى الموضوع دوت الحقد يبدا مع البنت من ناحيه قرايبها وكده. فانت حاولي مع البنت فهميها واحده واحده، ما تقوليش البنت صغيره مش هتفهم، لا صدقني اطفالنا بيفهموا كويس. الجيل اللي طالع والجيل الحالي تمام عنده استيعاب اكتر مننا وبيفهم اكتر مننا صدقوني في حاجات كتير قوي. والاحساس والمشاعر دي طول ما طالعه من جوانا صادقه فبتقدر توصل للطفل. فانت كلميها وفهميها وباذن الله خير، وان شاء الله باذن الله ربنا يصلح لكم الحال. وفي النهايه اتمنى الحلقه كلها تعجبكم وتكونوا فكره في حل المشكله. ولو في اي حد بتواجه اي مشكله فما ترددش وتواصل معانا، وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا متاحه تحت في صندوق الوصف. تواصل معانا واحنا ان شاء الله نحاول نساعده في اقرب وقت. وكذلك ما تنساش اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها صانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين ولبنان بالدعاء ومحاوله نشر الروايه السرديه الفلسطينيه في كل مكان. وطبعا المقاطعه يا جماعه سلاح مهم جدا، اللي ما قاطعش يقاطع واللي مقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من القطع الاستغناء. باذن الله ربنا ينصرهم. دمتم في ود ولقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.